انت بتسمعني بقول ايه؟ بيزنس من 6 ارقام، بيزنس من 7 ارقام، بيزنس من 8 ارقام، بيزنس من 6 ارقام مالتيبل او متعدد. طيب، بيزنس من 6 ارقام يعني بيزنس فوق ال 100,000 دخل في السنه. كلامنا عن الدخل، لان احنا قلنا في حتى في كورس زياده الانتاجيه قلنا ان المبيعات مش هي كل حاجه. حد فاكر لما قلنا المبيعات مش اهم حاجه، والمبيعات دي قصه في البدايه خالص ورا؟ حد فاكر؟ اه مظبوط. طيب، البيزنس اللي من 6 ارقام متعدد يعني ايه؟ يعني بدل 100,000 لا 200 300 400 لحد 900 لحد المليون. تمام؟ يبقى من 6 ارقام متعدد او مالتيبل. بيزنس من 7 ارقام يعني فوق المليون، عدى المليون ارباح. ولو من 7 ارقام متعدد برضه نفس الفكره، 2 3 4 5 6 مليون. تمام؟ بيزنس من 8 ارقام يعني فوق ال 10 مليون. ولو 8 ارقام متعدد برضه 20 30 40 وهكذا. وصلت النقطه دي؟ فانت لو انا سالتك البيزنس بتاعك مثلا تصنيفه ايه من حيث الحجم في التصنيفات دي، قلت لي مثلا تحت النص مليون، هقول لك اهم المشاكل اللي بتواجهك في التسويق وفي البيع. معايا يا استاذ محمد؟ دي حقيقة فعلا. التسويق عندي او التسويق والبيع هم الاثنين من برضه غير ما مختلفين اعرف احيانا. اصلا انت شغال في ايه، مجرد ان انا عرفت حجم البيزنس، يبقى هي حاجه واحده البيزنس ولا لا ولا مختلف؟ حقيقة فعلا. هي في اختلافات فنيه، يعني اللي شغال في الاجهزه الطبيه غير اللي شغال في خدمات السوشيال ميديا غير اللي شغال بيبيع منتجات غذائيه. كل ده مختلف في الفنيات، في اصول الشغلانه. انما البيزنس واحد. اي واحد بيقول لك البيزنس بتاعي مختلف، ده واحد في حته تانيه خالص كده لوحده، ده بقى قفل دماغه، هو مش عايز يفكر، مش عايز يتعب. تمام؟ لو البيزنس بتاعك مليون فما فوق، اهم مشاكلك الناس، التيم بتاعك مش عارف تظبط التيم. تمام؟ وبرضه